ولكن مرة واحدة يلاقي الشموع كلها اتطفت، وكأن فيها وهب فجأة طفاها كلها مرة واحدة. فهنا عمر خورشيد كلم نفسه بسخرية وقال: هو في ايه؟ هو في عفريت هنا ولا ايه؟ واتصدم لما لقى صوت بيرد عليه وبيقول له: السلام عليكم. النهاردة هنتكلم على قصة غريبة، قصة عفريت عمر خورشيد اللي عمره 1700 سنة. ايه هي قصة عفريت عمر خورشيد؟ ومين هو عمر خورشيد؟ ومين اللي حكى القصة دي وايه مصدرها؟ تابعوا معايا الفيديو للنهاية. اللي كشف القصة دي هو الكاتب الصحفي حسن الحفناوي في مجلة الكواكب في العدد الصادر في 21 يوليو سنة 1981، يعني بعد وفاة عمر خورشيد بأقل من شهر. بيقول حسن الحفناوي إن عمر خورشيد في أيامه الأخيرة كان بيشوف في مكتبه مجموعة مصاحف كتير ومجموعة كتب بتتكلم عن الجن والعفاريت والأشباح، وإن عمر كان مواظب على الصلاة وقراءة القرآن. وحسن الحفناوي بيقول هو ما كانش عارف هل ده كان بسبب إن عمر كان حاسس إن نهاية حياته قربت، ولا بسبب خوفه من الجني اللي كان بيجيله مكتبه واقتحم حياته فجأة. وحكى القصة بدأت إزاي مع عمر خورشيد، وقال إن عمر في يوم وهو في مكتبه النور اتقطع، وقام في الضلمة جاب شمعة علشان يولعه ويكمل شغله، ولكن مرة واحدة يلاقي الشموع كلها اتطفت، وكأن فيها وهب فجأة طفاها كلها مرة واحدة. وفضل كل ما يحاول يولعها تطفي تاني، ويتكرر الموضوع أكتر من مرة،